صباح الفل أو مساء الفل حسب الوقت اللي بتتفرجوا فيه. أهلا بيكم في فيديو جديد من بوب توتس. النهاردة هنعمل مع بعض الديزاين ده، وفي آخر الفيديو في مفاجأة هتعجبكم. هنفتح الصورة على الفوتوشوب بنفس مقاساتها، ونطبق فلتر الأويل بينت. هنخلي الستايلايزيشن 10، الكلينلس 10، السكيل 0.8، البريستل ديتيل 10، اللايتنج 300، الشاين 1.2. وهنقلل الأوباسيتي بتاعت الفلتر ل50%. وبعدها هنضيف لاير جديدة ونجيب السمادج تول ونتشيك على Sample All Layers ونخلي السترينجز 31%، ونبدأ نسيح الوش والإيدين. وبعد كده هنضيف لاير جديدة ونجيب الراوند براش ونكبرها حاجة بسيطة. ونرفع فيها الأوباسيتي والفلو 100%. ونفتح الكالر بيكر ونختار لون أخضر ونبدأ نلون أجزاء الدخان دي. بعد كده هنخلي البلند مود لللاير دي color، وهنضيف لاير جديدة، والمرة دي هنستخدم براش السموك وهنخليها كبيرة بنسبة معقولة، وهنبدأ نعمل بيها الشكل ده عشان الدخان يكون كثيف. وهنستخدم زوايا وأشكال مختلفة للبراش عشان الدخان يبقى متوزع بشكل متناسق. وهنخلي البلند مود لللاير سكرين، وهندبليكيت اللاير مرة كمان، وهنبدأ نخلي ألوان الأزايز دي زاهية أكتر.
هنعمل لاير جديدة باللون الأخضر ونخلي البلند مود كولر ونبدأ نوزع اللون. بعدها هندبليكيت اللاير بتاعت اللون وهنخلي البلند مود سكرين وهنطبق البلند اف علشان نخفف الإضاءة، وهنطبق نفس الخطوات دي على الإزازة اللي على اليمين. هنعمل لاير جديدة البلند مود بتاعها color ونفتح الكالر بيكر ونختار لون أحمر ونبدأ نوزع اللون. وبعد كده هنضيف لاير جديدة ونخلي البلند مود بتاعها color ونفتح الكالر بيكر ونختار لون أبيض ونوزعه على الأجزاء الفاضية اللي في الإزازتين. بعدها هندبليكيت اللاير دي ونخلي البلند مود بتاعها سكرين ونطبق عليها البلند اف. وبعدها هنجيب صورة البابلز وناخد منها كوبي ونخلي حجمها مناسب. وهنخلي البلند مود مالتيبلاي وهنعمل ماسك ونبدأ نرجع الأجزاء اللي محتاجينها بس. وبعدها هندبليكيت اللاير وهنخلي البلند مود سكرين بدل مالتيبلاي وهنقلل الفل ل59 وهناخد صورة البابلز ونخلي حجمها مناسب ونعمل ماسكينج. ونرجع الأجزاء اللي محتاجينها. ودلوقتي هنوزع انعكاس الإضاءة اللي خارجة من الدخان. هنضيف adjustment layer solid color ونختار اللون الأخضر وهنخلي البلند مود سكرين ونطبق عليه البلند اف. ونinvert ماسك ونبدأ نوزع بالطريقة دي. هنخلي البرش حادة شوية، يعني ممكن نرفع الهاردنس ل50% مثلا، ونحدد الحواف كويس.
وبعدها هنقلل الهاردنس ل0%، وهنبدأ نمسح الأجزاء الحادة. وبعد كده هنكرييت adjustment layer solid color بنفس اللون الأخضر، وهنخلي البلند مود سكرين ونطبق البلند اف، بس المرة دي هنوزع اللون على المساحات الواسعة اللي ورا الدخان. ودلوقتي هنجمع كل اللايرز وهنحولهم لسمارت اوبجكت. وهناخد كوبي ونبدأ نطبق شوية فلاتر. أول حاجة هنستخدم الكاميرا رو، وهنرفع التكتشر والكلاريتي على الآخر، ونقلل الفايبرنس، ونرفع الساتوريشن. وبعدها هنقلل الأوباسيتي بتاعت الفلتر ده ل38%. وبعد كده هنستخدم فلتر اويل بينت، وهنرفع كل حاجة على الآخر ما عدا الشاين والسكيل. وهنقلل الأوباسيتي الفلتر ل42%. وهنكرييت adjustment layer exposure وهنقلله. وهنمسح الأجزاء دي علشان يبقى التأثير على الخلفية بدرجة أكبر. وهنعمل لللايرز دي convert to smart object. وهنطبق فلتر الكاميرا رو، وهنرفع التكتشر والكلاريتي على الآخر. ودلوقتي هنستخدم فلتر لايتنج effects. وهنخلي الدوائر دي متركزة أكتر على الوش والجزء اللي فوق من الصورة. وهنختار سبوت، هنخلي الكالر أبيض والانتنسيتي بتاعته 32، والهوت سبوت 44، والاكسبوجر 0، والجلوس 100، والميتاليك 100، والامبيانس 12. ودلوقتي هنعمل color grading.
هنضيف adjustment layer selective color. في الريدز هنخلي فيها السيان 5 والماجنتا 100، اليالو 100 والبلاك 100. في اليالوز هنرفع كل حاجة على الآخر ما عدا الماجنتا، هنقلله على الآخر. في الجرينز هنرفع كل حاجة بس هنخلي البلاك 43. في السيانز هنخلي السيان 88، الماجنتا 76، اليالو والبلاك 0. وهنخفف الفل 42%. وهنعمل adjustment layer solid color بالهكس كود ده. وهنخلي البلند مود color ونعكس الماسك ونبدأ نوزع اللون على الشعر بس. بعدها هندبليكيت اللاير دي وهنغير البلند مود لأوفرلاي. وهندبليكيت لآخر مرة وهنخلي البلند مود سكرين ونطبق عليه البلند اف. وهنعمل adjustment layer selective color. في الريدز هنخلي فيها السيان 5 وهنرفع الباقيين للآخر. في اليالوز هنرفع كل حاجة على الآخر ما عدا الماجنتا، هنقلله على الآخر. في الجرينز هنرفع كل حاجة ما عدا البلاكس، هنخليها 43. في السيانز هنخلي السيان 88 والماجنتا 76 وهنقلل الفل بتاعت اللاير ل 42%. وهنعمل adjustment layer color balance. الريد 62، الجرين 12، البلو 48 وهنقلل الفل 34. وهنستخدم آخر 3 adjustment layers. أول layer color lookup 3 strip هنقلل الفل ل 80%. تاني layer color lookup 2 strip وهنقلل الفل ل 23%. وآخر layer color lookup green red وهنطبق البلند اف ونقلل الفل ل 40%. ودلوقتي جه وقت المفاجأة. في الفيديو ده هعلمكم ازاي تحركوا الديزاين اللي عملناه بالشكل ده. هنستخدم برنامج الافتر افكتس مع الفوتوشوب. مش لازم خالص يبقى عندنا خبرة في برنامج الافتر افكتس، احنا بس هنطبق الخطوات اللي في الفيديو ده. بعد ما نفتح الافتر افكتس هتظهر لنا الانترفيس دي، مش هيهمنا منها غير الجزء اللي في النص ده. هندوس على New Composition from Footage وهيفتح لنا البانل دي علشان نختار الفايل اللي هنعمل بيه الكومبوزيشن. هنختار فايل الديزاين اللي كنا شغالين عليه، بس المرة دي احنا مش محتاجين كل اللايرز دي، احنا محتاجين بس الصورة تكون مدموجة ببعضها ومفصول عنها الجزء اللي هنحركه. وعشان كده انا اختصرت عليكم الخطوة دي وفصلت لكم اللايرز وجهزت لكم الفايل.
الفايل فيه 2 layers بس، هتلاقوه في الديسكريبشن. هنفتح الفايل ده وهتطلع لنا الويندو دي. هنسيب كل حاجة زي ما هي وهندوس اوكي. هتظهر لاير واحدة بس في التايم لاين، هندوس عليها دبل كليك، هتفتح لنا الكومبوزيشن اللي فيها التو لايرز بتوعنا. قبل ما نبدأ الشغل هنفتح قائمة composition وهنختار منها composition settings، وهنيجي عند ال duration ونخليها 5 ثواني. ونرجع تاني للتايم لاين. هنقف على لاير السموك وهندوس من الكيبورد كنترول دي علشان نعمل لها دوبليكيت، وهنيجي عند اللاير اللي فوق وهنستخدم البين تول ونعمل سيلكشن على الجزء اللي تحت ده. وبكده هنبقى عملنا له ماسكينج، بس احنا محتاجين الماسك ده يبقى متحدد في الجزء اللي حددناه بس احنا محتاجين الماسك يبقى الجزء اللي حددناه. هندوس على السهم اللي جنب اللاير ده وهيظهر لنا الاوبشنز. هنيجي عند الماسكس وندوس على السهم ده وهنعمل تشيك على inverted. بعدها هنيجي عند البانل بتاعت Effects and Presets ونكتب في السيرش Turbulent Displace. وهنمسك الإفكت ونرميه على اللاير اللي فوق. هتظهر لنا الأوبشنز بتاعت الإفكت. اللي أنا بحركه ده اسمه تايم انديكيتور، هنتأكد إنه على أول ثانية في التايم لاين. وهنطلع تاني للأوبشنز بتاعت الإفكت. وهنيجي عند Offset Turbulence وندوس على الشكل الساعة اللي جنبها علشان يعمل لنا حاجة اسمها Key Frame. وهنيجي عند جزء الأرقام ونكتب الأرقام دي. على الشمال هنكتب الرقم ده. وعلى اليمين هنكتب الرقم ده. وبعدين هنجيب التايم انديكيتور عند آخر ثانية على التايم لاين وهنغير الأرقام. على الشمال هنكتب الرقم ده. وعلى اليمين هنكتب الرقم ده. وهنمسك الكي فريمز دي وندوس من الكيبورد F9 علشان يخلي الحركة أنعم. وعشان نشوف الانيميشن بتاعتنا هندوس من الكيبورد 0 وهيبدأ يحمل معانا. السرعة في الأول بتكون بطيئة لحد ما يحمل للآخر.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى بجد انكم تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروه مع اصحابكم علشان يستفادوا. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.